لو انت عامل ويب سايت او موبايل اب والدنيا ماشيه تمام وفجاه الويب سايت وقع او الاب بطل يشتغل، هتعمل ايه؟ انا ريمون رافت سي او لوت سيرف كومباني فور سوفت وير، وجاي اقول لك كلام مهم. اكيد اول حاجه هتعملها انك تتصل بالدعم الفني. لو رد عليك حد وقال لك جرب تقفل وتفتح الجهاز، طب جرب تمسح الكاش، طب شيل الفيشه وركبها تاني، يبقى اكيد مش هو ده الدعم الفني اللي انت دافع عليه فلوسك، ولا هو ده الدعم اللي هينقذ مشروعك وقت الازمه. الدعم الفني مش مجرد حد بيرد على التليفون. الدعم الفني الحقيقي فريق فاهم كل تفصيله في مشروعك، مش مجرد حد حافظ شويه خطوات. لما الويب سايت يقع كل ثانيه بتخسرك فلوس، فلازم فريق الدعم الفني بتاعك يقدر يحل المشكله في اسرع وقت ممكن. اكيد مش هتفضل مستني حد يرد عليك بانه تم حل المشكله بعد 48 ساعه. الدعم مش بس لحل المشاكل، الدعم الفني المحترف بيشتغل 24 ساعه عشان يمنع المشاكل قبل ما تحصل اصلا، ويكون عنده بدل الخطه 2 و3 يقدر بيها يعالج المشاكل ويحمي مشروعك بشكل بروفيشنال. الويب سايت بتاعك ممكن يكون وقع بسبب انه بيتعرض لهجوم الكتروني في الوقت ده، عشان كده لازم يكون فريق الدعم الفني بتاعك محترف وشاطر وقادر يحميك وقت حدوث الاتاك، وكمان عنده التولز الخاصه بيه اللي بيستخدمها في حمايتك من قبل حدوث المشكله. مش هيكون مستني المشكله تحصل عشان يبدا يفكر ويتحرك. الخلاصه، الدعم الفني مش مجرد صوت على التليفون، الدعم الفني هو الحارس الشخصي للسايت او الاب بتاعك، ولو وقع شغلك كله ممكن يقع معاه.